خلينا نبعد عن الشمس. تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار. معكم حسين هاشم، واليوم موجودين بمدينة ليفونيا، وبالتحديد بافتتاح فرع جديد لحرز كافي هاوس. هذا الفرع المميز وهيدي البراند اللي عم تنتشر بشكل قوي كتير بالولايات المتحدة الأمريكية، إن كان بميشيغان ولا بعدة ولايات. اليوم عم يفتحوا محل جديد. العنوان تبع المحل هو حطوا على الشاشة 30120 ببليموث رود بليفونيا 48150. أكيد حبينا نجي ونبارك لهم بافتتاح هيدا الفرع الجديد ونفرجيكم على يعني هالاشياء المميزة اللي عاملينها. اسم الله يعني حرز يعني انتشر بشكل كبير جدا، عم بيقدم يعني الأصالة اليمنية والثقافة اليمنية والبن والشاي اليمني والمشروبات اليمنية والحلو اليمني، هيك بإطار حلو كتير صراحة. فخلينا نتعرف على اونرز تبع هيدا الفرع ونفرجيكم عليه. السلام عليكم، شو اخبارك؟ السلام. عرفنا عن حالك. اخوك اسماعيل البنا، اخو الدكتور طاهر. يا هلا، خلي قبل ما نكمل عليكم وبتعرفونا على المحل. يلا يعني مبروك المحل الجديد. الله يبارك فيك اخي الحبيب. دكتور شباب، يعني ليش اخترتوا ليفونيا؟ ليش هيدي اللوكيشن؟ والله تفضل. لا عندك. والله هو سبحان الله القدر في الاول والاخير. سبحان الله، هو الواحد يبحث على الاماكن الرايقه نوعا ما. شو دكتور؟ Well, Livonia was lacking the Arabic vibe, you know, the Arabic. There's a lot of shops here, but there's nothing that's Yemeni. There's nothing that's Arabi, a restaurant like. So inshallah, we wanted to be the first here, and inshallah becomes successful, and we can attract more Yemeni restaurants and Yemeni cafes here. business hours من أي ساعة؟ من أي ساعة لأي ساعة؟ من الساعة 7 للساعة 9 الآن، بس إن شاء الله إذا شفنا الحركة we're going to change it to 11 p.m. So every day? Every day, 7 days a week. من 7 الصبح ل 9 بالليل؟ Yeah. تمام، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك حبيبي، الله يكون في عونك. بارك الله فيك. على القهوة والشاي العدني. الله يبارك فيك. هذا النصيب الوافي هذا. هلا، السلام عليكم. أكيد مثل ما شايفين محل مميز جدا. وينك؟ تعال معي، تعال معي. أنا؟ أنت شو إذا أنت ما حكيت مين بده يحكي؟ شو رأيك بهالمحل الحلو هذا؟ أنا أولاً أشكرك على حضورك المبارك واستجابتك للدعوة، الدعوة العربية الأصيلة التي دائماً عهدناك عليها. الأمر الثاني، أدعو أبناء الجالية العربية بشكل عام ولا سيما أبناء الجالية اليمنية للانخراط في التجارة ورفع الاقتصاد الأمريكي. نحن في هذا البلد وأولاد هذا البلد لابد أن نبني لأجل أبنائنا، لأبناء المستقبل، أن نكون كلمة واحدة، سواء كان في التجارة أو التعليم أو الطب في كل المجالات. المحلات التي تفتح في الآونة الأخيرة لأبناء الجالية العربية محلات ترفع الرأس، بل أنها بصمة لأبناء الجالية العربية تتذكرها الأجيال القادمة، ولا سيما قناة شو الأخبار التي تبث في جميع الولايات ومسافرة عبر الولايات. حبيبي الله يخليك. أشكرك شكرا جزيلا على هذا المبادرة الطيبة، وتشرفت أنا شخصيا بمعرفتك منذ سنوات، ونحبك في الله وتجمعنا الأخوة. الله يخليك. معك الله، الله يبارك فيك. الله يحفظك يا حبيبي. يعني حابب أواري دكتور، شو أخبارك؟ مثل الحال. حابب فرجيكم على الديكوريشن الحلوة، حابب فرجيكم على الأشياء الحلوة المميزة، كمان حابب فرجيكم على الدرينكس كمان. وين موجودين الدرينكس؟ نفرجيهم هيك كم شغلة. يلا هلا بنفرجيهم على المالتين. يلا خليني فرجيكم هون الفايبس والأجواء الحلوة. Thank you for having us today. Very good. What's your name? وضع يمني بامتياز. وضع يمني بامتياز. السلام عليكم. مورنينج. نحن لايف، تحب تقول لحمزه والشباب
حمزه وينه حمزه؟ قالوا لي بتكساس. حمزه جايين على تكساس. يلا قطعنا الايرلاين تيكتس. we're coming. No, this is beautiful. ألف مبروك لحمزة وللدكتور بلال لنيو فرانشايزيز ولكل الإخوان اللي عم يتقدموا اقتصاديا بالجالية العربية. شيء بيرفع الراس. وطبعا الحاج فؤاد صاحب هذا الملك لله، ولكن هو صاحب هذا البيوتيفول بيلدينج، هو عمل له ديفلوبمنت. It's very nice building. شو رايك بالعرب عم بيجوا على كاليفورنيا وبلشوا يطلعوا كاليفورنيا من زمان يعني انه في العرب موجودين هون، وحتى نحن وجود المؤسسات العربيه بهالمنطقه مش شيء جديد، بس يعني انتشارهم بالكتاف اللي عم ينتشروا فيها هذا شيء مليح بالنسبه لنا كجاليه يعني. ألف مبروك. ألف مبروك. يمني لاتيه. جنن. والله بنحب نقول لها ألف مبروك. المكان حلو وجميل، وإن شاء الله في المستقبل مزيد من التقدم. وهاي يعني أقل شيء ممكن نقوله لشاب ناجح في الجالية اليمنية، دكتور متعلم، أصبح الآن في هذا العصر الضروري الناس ينافسوا بخدمة معينة. والقهوة اليمنية كما تعرفون أنها قهوة يعني مشهورة كثير. طبعا احنا بنتعلم منكم حبايبنا اللبنانيين في هذا المجال، انتم السباقين في هذا المجال، واحنا ان شاء الله جايين بعدكم وبنحاول نوصل الى ما وصلتوا اليه ان شاء الله. يلا ألف مبروك. خلينا نكمل الجولة تبعنا نفرجيكم الأجواء. أنا جاي لعندك. يلا الله يبارك فيك. خبرنا يعني هلا حسين. شو رأيك بالمحل اللوكيشن الجديد؟ ما شاء الله تبارك شو رأيك الله. بحرز وبابنك حمزة؟ والله ما شاء الله عليهم الحمد لله. شو الوضع؟ كيف ملاقي الأجواء هون؟ شو رأيك باللوكيشن؟ الاجواء لطيفه والحمد لله بوجودكم ان شاء الله. خبرنا what makes حرز special؟ It's one of a kind. والله وانا فكاين. نعم. شو أطيب درينكس بتحبوا بحرز؟ والله everything is good. بس لازم يكون عندك شو عم تشرب هلا؟ يعني الشاهي العدني ولا المفور يعني؟ مفور. ايه. أهلا بالدكتور. مبروك. الله يبارك فيك. شو عم ناكل؟ شو هيدي كرواسون؟ ايس لاتيه مع الأردن. شو الوضع؟ ها؟ ايس لاتيه. the best drink here. يلا تراي ذا كرواسون ثلاث جرعات. يلا نحن وياك مع بعض. تقرب معي. يلا تفضل. تقرب معي. لا أنا بعد شوي بجرب. تمام؟ أعطينا سمزة. بعدين حبيبي ولد. هيك بالنظافة هيك اسمه. شو عم نعمل؟ أي درينك عم نعمل هون؟ What is that drink؟ Pistachio latte. شو هو؟ Pistachio latte. Pistachio ice latte. طيب بدنا نعمل درينك لإلي أنا شو بدنا نشرب؟ والله هذا شكله حلو هذا، بس هذا بيستاشيو على الصبح. شو بدنا نعمل درينك هيك لإلي يكون في بقلبه كافي منيح هيك يكون مرتب. يعني كافي ايش درينك يكون في كافي. حرس شو؟ عندك عدني حرازي جبني تركيش عدني. نعمل لاتيه. نعمل حرز لاتيه او شو اسمه يمني لاتيه. شو رايكم؟ بدك لاتيه يا حراز لاتيه واليمني لاتيه هي اليمن لاتيه. شو الفرق بين حرز لاتيه ويمني لاتيه؟ خبرنا. واتس ذا الحراز لاتيه ما عندنا احنا يمني لاتيه، عندنا حراز لاتيه. اوكي حرز لاتيه شو في بقلبها؟ فيها السبايسز. Spices added to the caramel espresso. اوكي. It makes it different. It has a unique taste to it. شو رايك نجربها؟ يلا واحد. رح نجرب نحن وياكم حرز لاتيه. خلينا نصورك نحن وعم تعملها. يلا. No.
This is the haraz spice that we use حرز سبايسي. for the haraz latte. Yup. يعني We mix it with the milk. Give it a nice little purge. There you go. Ice haraz latte. نعم خليك زيني هيك. هيدي حرز لاتيه. Ice haraz latte. يلا هنا حسوبكم رح يجربها هلا دغري. هو لازم نعمل لها ميكس نحن مش هيك؟ وين باستراحة؟ اعطينا استراحة نعمل لها ميكس. هيدي بلا سكر ولا مشو كيف تشي هاي؟ بالعسل. بالعسل. نو سكر عسل. يلا لو سكر عسل. جاهزين نجرب؟ ده كل ديكور حلو ها؟ هيك اللوجو تبع حرز. وحش. ليك انا I never taste coffee with عسل. That's good. بحط لها عسل بس واو والله حلو. I'm glad that you enjoy it. والله انك وحش انت. وحش يعني خطير. شو اسمك؟ محمد. انت شو المانجر هون ولا شو؟ اخو اونر. اخذ الاونر؟ شو رايك باللوكيشن الجديده ان شاء الله it's gonna be successful؟ ان شاء الله yes. واي حرز؟ واي حرز؟ ليش حرز؟ ايه والله. طيب القهوه؟ Oh yeah, haraz. You know, is the coffee that he brings is يعني very unique, different. حلو حلو. From ان شاء الله from the بالتوفيق. from the mountains of Haraz. From the mountains of حرز من اليمن. In Yemen, yep. من اليمن الى ليفونيا وامريكا. About 3,500 miles away. 35 اكثر. 35,000, yeah. Something. الله بيعرف thousands of miles. Thousands of miles. خلص خلينا نقول خلينا to be on the safe side. Thousands of miles Yeah. away. I gotta get my ألف مبروك إن شاء الله يا رب. batik. Thank you. مثل ما شايفين يعني اسم الله يعني شيء مميز وشيء حلو. اصلا حرز معروفين اسم الله يعني يعني فرانشايزي تبعهم عم شو هاللباس الحلو ليك هون ليك هون. بس تراديشنال يمني، اللباس اليمني التقليدي الحلو ليك. هو خليني اصوركم اثنيناتكم مع بعض وقفوا قد بعض. stand next to him. يا عيال شو الحلو هيدا ليك. يعني مش بس القهوه اليمنيه. thumbs up guys. Nice, you guys look very good. يعني مش بس القهوة يمنية، حتى اللباس يمني. ما تكون أحلى من هيك. طيبة طيبة. دوقونا قهوة بالعسل قال. قلنا لهم بكرة بنتعود على العسل، هيك ما عادش بنشرب إلا بلا عسل. حبيبي، ما في منك يا دكتور أنت. مثل ما شايفين أجواء مميزة جدا، يعني حضور جايين من الأهل والأقارب وغيرهم. مين هلا عم يتصور معه؟ هي؟ هلا بنحكي معها لكن اقول لك كيف اخبارك. اوكي مثل ما شايفين يعني كثير حلو. يلا وين بدنا نفرجيكم على الساين برا. وين الميور؟ خلينا نحكي معها كلمتين. شيخ جمال
تعال احكي معنا اعمل معروف. خلينا ندير الكاميرا عليك. أهلاً. شو رايك بالمحل وبالفايب؟ والله المحل أكثر من رائع، ووجودك أيضا ونشاطك هذا ما شاء الله نفتخر فيك، لأنك متواجد في كل المناسبات عربيا وأمريكيا ويمنيا، المهم من كل نوع. المكان المنطقة ضخمة جدا وفيها حركة، وهم يعجبهم هذا الأشياء مثل هذا الشاهي اليمني، القهوة اليمني هذا. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وشكرا ألف شكر يا أستاذ حسين. كنا نتمنى أنك موجود الأحد القادم، لأنه عندنا ذكرى 26 لثورة سبتمبر و14 لأكتوبر، لكن ما تنساناش من الدعاء وانت في فلوريدا ان شاء الله. خليني اقول لك، انا بدي اقول لك اياها هون، يعني انا مش معك، انا كل سنه بكون حاضر معكم اكيد. هذه السنه ما رح اقدر اكون موجود جسديا، بس انا دائما روحيا مع يمن ومع الجاليه اليمنيه. ادري انتوا اهلي وناسي، الله يبارك فيك. نحن العرب اصلا من اليمن، فبنعتبر حالنا كلنا يمنيين. الله يبارك فيك ويزيد الرجال من امثالك. والله ويكون مسيو، بس على الاقل نفسك معنا دائما وابدا. حبيبي يا شيخ، الله يخلينا اياك. شكرا يا على راسي انت، والله كلك ذوق. الله يبارك فيك. كان لي هذا مير، خلينا نحكي معك. كيف حالك يا طويل العمر؟ وين القهوة تبعي أنا؟ لن أتخلى عن اللاتيه، لن أتخلى عنها. مدام مير، حاج فؤاد. حاج فؤاد. Before we close the live, we're live on WhatsApp Media. We want to just have 2 words with you, if you don't mind. I'm gonna flip the camera to you. That's our beloved mayor of the city of Livonia. Just why we want to make sure you know we take something from you before we close the live. Okay, So we're live okay. on Facebook. You know, this Okay. is an American channel. Okay. Tell us what you feel welcoming this new business to Livonia. So I love this new business in Livonia. You're right down the street from my house, first of all. You're on Plymouth Road, where we've invested a lot of money, and you're making an investment in us by bringing not only your business, but your culture and your family here. And for Livonia, that's the triple win. So we're really excited about it. We wish you all the best. So now you know where to take your coffee every morning. I know, this has got to be my stop, because there's nothing like this coffee. This is amazing. So it was fantastic. Good to have you all here. Thank By the you. way, this city is very welcoming. And to let you know, I've been in this city for over 20 years plus, and it's been nothing but a wonderful experience. Come to the city of Livonia and believe it or not. If Haj Fouad is saying so, you need to come there. Thank you so much. I've invested a lot. Thank you. Good having you. I've invested a lot in this city because I believe in this city. This city is good. Is a great city. Thank you. اكيد مثل ما شايفين يعني اجواء مميزه جدا، اجواء احتفاليه بليفونيا بمناسبه افتتاح حرز لفرع جديد هون بمدينه ليفونيا. خلينا نفرجيكم عليها من برا. البنايه كثير حلوه، باي ذا واي، بنايه جديده. مين عنده هون هو بقول لك هذا هون الان في تنافس بين حسين هاشم حسين هاشم اخوي. This is my brother man. فولورز، يعني على الفولورز. This is my brother man. يلا مثل ما شايفين اجواء حلوه، مثل ما شايفين منطقه كثير حلوه ومميزه. شو how's the coffee? ما شاء الله عليك. الحمد لله. It's good. Really Very good. good? Yep. It's definitely a wake up call. يلا that's awesome. كثير منيح. مرة تانية ألف مبروك حرز. هذه كانت تغطيتنا من ليفونيا لافتتاح فرع جديد لحرز كافي بليفونيا، وفرع مميز فاتحين بيفتحوا كل يوم اثنين للأحد من 7 الصبح ل 9 بالليل. زوروهم، جربوا القهوة تبعهم. خلينا نحط لكم المنيو، خلينا تشوفوا شو عندهم. يلا هيدي كانت تغطيتنا، الى ان نلقاكم بتغطيات جايه وقادمه. كان معكم حسين هاشم من قناه شو الاخبار. بالتوفيق لحرز، بالتوفيق لكل المؤسسات العربيه اللي عم تفتح. الى اللقاء.